ننتقل إلى اللوحة التي تلي ذلك، والتي تبين الحكم الثالث والأخير من أحكام الميم الساكنة، وهو كما نرى على اللوحة قول الجزري: وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفا أن تختفي. فنرى على اللوحة أن الإظهار هو لغة البيان، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. أعيد: إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة. يعني يا أخي، عندما تأتيك ميم ساكنة بعدها حرف لا هو ميم ولا هو باء، بقية حروف الهجاء، فإننا نظهر الميم. نعم، نرى على اللوحة التي بعد هذه تظهر الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف من حروف الهجاء إلا الميم والباء. إلا الميم والباء، نحو هم فيها. انظروا إلى صوت الميم: هم فيها. أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الميمات التي لونت باللون الأزرق اسمعوها جيدا: أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فالميم هنا مظهرة فيها غنة ناقصة. نعم، قلنا الغنة إما كاملة وأكمل، وإما ناقصة وأنقص. فهذه ناقصة لأن زمنها قصير. أعيد النطق بها: أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أم لم. فهذه الغنة، هذه الميم فيها غنة قصيرة. لذلك قلنا في تعريف الإظهار هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة، ولم نقل من غير غنة كما يقول بعض إخواننا المحدثين الذين يحبون أن يؤلفوا في التجويد، تعبيراتهم غير دقيقة. لما نقول من غير غنة معناها من غير غنة نهائيا، والقصد من غير زيادة في الغنة. هي فيها غنة ولكن لا تطولها عن حدها، كما مثلنا بالأمثلة: أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الميمات السواكن غنتها ناقصة.